لما تلاقي حد لسه طالع من الثانوية، معلش بلاش الكلمة المستفزة بتاعت انت جبت كام. عارفين الكلمة ديت بتتدخل في خصوصيته بشكل انت تعالى هنا انت جبت كام، فاهم الموضوع مش تمام خالص بصراحة. لا الكلمة دي انت بس قول له طمنا عليك عملت ايه، هو يفهم لوحده. لقيت مجموع حلو هو هيقول لك على طول اصلا، يعني فرحه وشجعه ان هو الحمد لله حقق هدف في حياته، ان هو دخل الكلية اللي هو نفسه فيها. كان غير كده ما تبقاش انت بقى انسان عديم الذوق وتيجي تقول له يا عم انت ما عملتش ليه، يا عم انت مش عارف ايه، وتقعد فاهم انت كده يا بني ادم، يعني مش بني ادم اصلا. يلا بقى هتخليه يجلد ذاته اكتر ما هو جالدها اصلا. وابعد خالص عن الاسلوب ده، تاكل خيرا او لتصمت. الف مبروك وانت عملت اللي عليك، وان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي، واللي ربنا كتبك الخير في حتة تانية، وربنا ان شاء الله مش هيخذلك. الكلام الحلو ده، الكلمة الطيبة اللي بتسيب اثر دي، ممكن تخلي بجد يومه احسن. ان شاء الله ربنا هيكرمك، وكرم ربنا موجود، بس انت اسعى وان شاء الله ربنا مش هيخذلك، ولكل مجتهد نصيب. وربي يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.